اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سندوتشات البطاطس السوري في البيت، اوفر وانضف من بره، كمان بطريقه سهله جدا وبسيطه. يلا بينا نبتدي ونشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد هنزله. اول حاجه هنبتدي نجيب العيش السوري. طبعا دوت انا جايباه من مطعم بره، مطعم سوري بيبيع. هبتدي افرده واتني جزء منه بالشكل دوت. هو بيكون رقيق جدا. طبعا ممكن نجيبه ونحفظه في الفريزر، بس لو نحفظه في الفريزر نخلي كل واحد لوحده عشان ما يبقوش ماسكين في بعض. هبتدي احط اول حاجه توميه واحط عليها كول سلو. طبعا المكونات اللي احنا بنحطها في الساندوتش بترجع لكل ذوق كل واحد فينا. هنحط عليها بطاطس. هنسيب لكم في صندوق الوصف اللينك بتاع التوميه والكول سلو. وهبتدي احط بقى عليهم كاتشب ومايونيز. طبعا الاضافات اللي في الساندوتش برضو بترجع لذوق كل واحد فينا. في ناس بتحبش تحط كول سلو، في ناس بتحب كاتشب ومايونيز، بس في كل واحد براحته. انا في الفيديو ده حبيت ان انا اديكم افكار ويكون فيديو خفيف واختلاف بقى عن الفيديوهات التانية. هبتدي اتني الحرفين على البطاطس بتاعتنا بالشكل دوت والف، بس ناخد بالنا واحنا بنلف لان العيش السوري بيكون رقيق جدا، فعشان ما يتقطعش مننا. ده كده واحد تاني هحط كول سلو وهعمله بالستريبس. هحط كده ستريبس، يبقى واحد عملنا بطاطس واحد عملنا ستريبس، وهحط برضو عليهم كاتشب ومايونيز. برضو هقفل الحرفين بالشكل دوت وابتدي الف. ناخد بالنا واحنا بنلف بالراحة، وفي نفس الوقت بنقفل على الحشوة بتاعتنا كويس. هنا بقى هبتدي احط الكول سلو وهبتدي احط بطاطس، وهقطع بقى قطع كده ستريبس عليها. يبقى عملنا واحد بطاطس واحد ستريبس واحد بطاطس عليها ستريبس. طبعا دي كلها افكار، كل واحد يعمل في الحشوة اللي هو عايزها. هنحط عليها كاتشب ومايونيز. هبتدي برضو اقفل الحرفين بالشكل دوت وابتدي برضو الف. طبعا احنا بنقفل بنتني الحرف علشان العيش السوري رقيق جدا، فاحنا لو ما تنيناهوش اول لما نحط عليه اي حاجه هنلاقيها شربها وتتقطع مننا. ده كده شكل السندوتشات بتاعتنا بعد ما خلصناها. هبتدي بقى على جريل اسخنها واحط عليها قطعه زبده. هبتدي بقى ارص السندوتشات بتاعتي على الجريل. طبعا لو مفيش جريل على اي صينيه عندنا هبتدي ارصهم بالشكل دوت. بحطهم على الناحيه على الحرف اللي احنا قافلين منه. طبعا العيش السوري على قد ما هو بيبقى خفيف كده ورقيق، بس اول ما بنحطه على النار بيقرمش. بندهنه بزبده بالشكل دوت. وبنلاقي الساندوتش بالاول بيبقى طري كده وممكن يتقطع معانا. اول لما بنحطه على النار بيبتدي يقرمش ويمسك في نفسه. انا حطيت عليهم البلانش عشان تقيله شويه فتقل الساندوتش فيدينا الشكل ده. بصوا الجريل بتديله كده قرمشه وشكل حلو. بس اهم حاجه ان نحط على السندوتشات حاجه تكون ضغط عليها كده عشان تدينا الشكل دوت، يبقى زي السندوتشات بتاعت بره بالظبط. بصوا السندوتش بقى ماسك نفسه ازاي، قرمش وفي نفس الوقت حلو جدا. ده كده بيكون شكل السندوتش من جوه، بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.